سلام الغزالات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيكه ديال التفاح بلا كريم باتيسير. كتجي غزاله ولذيذه وطالعه كما كتشوفوا غير بجوج ديال البيضات. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، ما تنسوش الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والتعاليق ديالكم. ونمروا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو تقريبا واحد جوج ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. انا طلعتهم قبل من الثلاجة. غنزيدو عليهم واحد الرشيشة ديال الملحة، وواحد معلقة صغيرة ديال الفانيلا او ساشية ديال الفاني او معلقة ديال سائل الفانيلا. ومن بعد غنزيدو ليه واحد الكاس ديال السكر. بالنسبه للعبار انا عبرت بهاد الكاس ديال دانون حيت غنستعمل فيها دانون. ما عندكمش دانون استعملوا كاس ديال الحليب ديال العنبه. المهم كاس ديال السكر. غادي نطربوا هاد العناصر مزيان حتى كيطلع عندنا البيض ديالنا كيتضاعف الحجم ديالو وكيتغير اللون ديالو. ومن بعد غنضيفوا عليه باقي المقادير. المقادير غادي نضيف عليها دابا كاس ديال الزيت. غنضيفو على دفعات، انا كنحرك وانا كنضيف فيه. غادي نبقاو نخلطو حتى كيتجانس لينا الزيت مع البيض والسنيده. من بعد غنضيف عليهم واحد دانون طبيعي بدون اي نكهه، حتى هو خرجته من الثلاجه من قبل. صافي غنخلطوا هاد العناصر كلها مع بعضياتها. من بعد انا زدت هنايا ليزيس ديال الليمون، تقدروا تضيفوا تاع ديال الحامض. المهم اللي متوفر عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، كيعطيك نكهه زوينه في الكيك. صافي من بعد غادي نضيفوا النواشف ديالنا اللي هما عباره على جوج كيسان ديال الدقيق، جوج ديال الخمارات. غنضيف جوج كيسان ديال الدقيق، وجوج ديال الخمارات اللي هما جوج معالق صغار ديال بيكن باودر. غادي نغربوا الدقيق ديالنا مزيان. غنضيف جوج خمارات وغنغربلهم حتى همايا. صافي غنخلط العناصر ديالنا كاملين.
باتيسيير اللي بقيت كنحركها حتى بردت ليا. يعني خاصكم تنتبهوا لهاد النقطه هذه. من بعد ما بردت ليا غنحاول نوزع لا كريم باتيسيير فوق السطح ديال الكيك